سويت أنا؟ قال إن كملتي لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفيني، راح اتبرى منك. دخل علي اخويا بسرعه قال اخرج بسرعه الدنيا مقلوبه برا. لما خرجت الاقي اخويا الثاني قالب الدنيا ويهدد اني اخرج احسن لي ولا راح يخرجني غصب. رد عليه اخويا الكبير وقال رهف ما تخرج من المعهد لو ايش، وانت احترم اللي اكبر منك. جاني قال ما حد بيخرجك دام راسي يشم الهواء. طبعا حاولت افهم من اخوي الثاني ليش عصب كذا، رغم انه بالبدايه كان عادي ويدعمني. قال ان ريم قالت لاعمامي ان المعهد اللي انا فيه مختلط، والحقيقه انه معهد نسائي، والحمد لله اخوي الكبير يعرف وهو اللي سجلني فيه. قلت الغاده وهدى قالوا ما عليك، احنا نعرف اصلا اللي يشتغلون فيه، بنخليهم يكلمون اهلك ويقولوا لهم يقنعونهم انه والله نسائي وان بنت عمتك هذه مريضه. بعد فتره امي انخطبت وكنت زعلانه مره ان امي بتتزوج. قالت لي هدى يا رهف لا تكبري الموضوع، شوفي امي متزوجه وما صار شيء. قلت لها امك ما خلتك. قالت لي ولا امك راح تخليك، لا تفكري كثير، ترى زوجها ما بيغير شيء، لكن هي تحتاج وجود رجال بحياتها. جلست في بدايه زواج امي فتره كذا عند جدتي زي الخدامه. بعد ما كنت مدلعه صرت انظف واطبخ واسوي وافعل. جاء عندي ولد خالتي قال اسمعي ايش هواياتك، ما ادري ايش الفصله هذه. قلت مالك دخل فكني بس. قال ليش؟ قلت شايف نفسك اخوي عشان تجي تكلمني. فصلت عليه حسيته كرهني، بس انا طلعت حرة قهري من امي فيه. لما رجعت امي من السفر جابت لي جوال جديد تراضيني فيه. قالت جدتي ما له داعي الصرفيات، وانت ايش سويتي لها عشان تراضينها اصلا، دلعينها كذا. سلمت على زوج امي وكان طيب وحنون مره. قالت امي ترينا بننقل مدينه ثانيه جهزي نفسك. هذه الصدمه. طيب هدى غاده كيف ببعد عنهم؟ طلبت من أمي إني أنام عندهم يومين كذا عشان أودعهم. فعلا نمنا، وهذيك اليومين كانت بكاء في بكاء. ونقلت بس أنا معاها للمدينة الثانية، وأخواني مع جدتي وأختي الكبيرة متزوجة. لما استقرينا قالت أمي ريم وعمتك جايين يزورونا. قلت يوه هذه الغثيثة ما تفكنا يا ليل الليل. قالت ليش؟ قلت ولا شيء. جو قالت ريم ما تبي توريني غرفتك؟ قمت غصب وريتها غرفتي. طبعا كان زوج امي يعرف اني احب القراءه، فجهز لي مكتبه صغيره كذا ركن قهوه عشان اقرا واروق. مره كان طيب معايا، حسيته زي ابويا. شافت ريم الكتب قالت انتي صامله لسه تدفعي ذا كله عشان مستقبل فاشل وضايع؟ قلت ايوه، ولما تدفعين انتي وقتها تعالي كلميني، غير كذا اسكتي. عصبت البزرة وراحت قالت لامها كلام في اذنها. قامت عمتي وراحت تكلم زوج امي تقول شوف البنت ايش تقرا، بعدين شجعها على القراءة، كل الكتب زواج وحب وقلة ادب. زوج امي عصب وصار يسألني اذا صح او لا. قلت يعني اذا الكتب غلط جيب لي هي من غير ما اخاف منك، يعني بالعقل لا تصدقون دي المريضة. خلاص انا تعبت منها ومن بنتها. وقتها امي عرفت كل شيء وعرفت حقيقة عمتي وعرفت حقيقة بنتها، والحمد لله زبطت الاوضاع وافتكيت منهم. انتهت القصة.